في حد كان مركب فيشه للاسف نسيها، وكانت فيشه زي دي بالظبط، بس هو ظبط الشاحن على اكتر من 16 امبير، مش عارف 24 او 32، فالفيشه دي ساحت. فاحنا بنعمل دلوقتي اكستنشن تاني بنغيره. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الحقيقه مؤخرا شفت يعني مشاكل كتيره جدا جدا في الشواحن، خاصه البورتبل تشارجر والحاجات اللي الناس بتستخدمها عشان تشحن في البيت بفيشه، خاصه الناس اللي ما عندهاش اماكن او مكان خاص بيها في الباركينج تقدر تشحن بيه، ما بتعرفش تركب وول ماونت تشارجر او الكلام ده كله. فخلينا نتكلم النهارده على ازاي تعمل السيت اب بتاع البورتبل تشارجر مظبوط، خاصه الاكستنشنز بتاعه التشارجرز، وليه مهم انك تبقى متاكد ان الشاحن متظبط على 16 امبير مش 32 امبير، او مش اعلى من 16 امبير، وات ايفر الامبير ايه يعني 24 او وات ايفر، ان هو اخره 16 امبير. طب هل لو هو اتعمل على 16 امبير انا كده في الامان؟ لا، مش في الامان. انت امان من ناحيه الشاحن، بس من ناحيه الفيشه اللي في الحيطه او الاكستنشن اللي واصل بيها، هل معمول صح، والديزاين بتاعه هل فعلا بيتحمل 16 امبير ولا لا؟ ده مهم جدا جدا جدا. فالنهارده احنا هنتكلم على الاكستنشنز اللي بتتعمل، اللي هي سواء كانت من المصدر لحد الشاحن البورتابل، او لو انا عايز اعملها بس تطويله عشان لو سافرت في اي حته او مكان، وايه اللي اخد بالي منه. فالنهارده ان شاء الله هنتكلم على الكلام دوت، وهوريكم الكلام ده عملي ازاي تعملوه، او على الاقل مش لازم تعملوه بس تبقى فاهم لو حد بيعملها لك المفروض يعملها لك ازاي صح، والخامات اللي تستخدمها ايه، وما تستخسرش في الخامات سواء كانت الفيشه او الاسلاك او الفيشه الصناعي او ايا كان. هات حاجات محترمه كويسه. فالنهارده كده اعتبروه فيديو بيعلمكم او بيوجهكم بس ازاي تختاروا صح، وتبقوا عارفين اتليست الناس بتعمل ايه لما بتيجي تركب الحاجات دي. فيلا بينا نتفرج عليها. ايه الحاجات اللي هتحتاجها بقى عشان تعمل الموضوع دوت؟ يعني التولز طبعا، انا معلش انا مستخدم مقص معايا عشان ما عنديش بنسة، بس لو عندك بنسة هتبقى اسهل بكتير عشان تقدر تقشر السلك دوت. فايه الحاجات اللي محتاجينها؟ مفك صليبه، اوكي، لو عاده معاك العاده برضو احتياطي عشان لو الفيشه محتاجه تفكها بمفك عاده. وعندك الفيشه الصاروخ، وعندك الاتنين بلاج دول اللي هو الميل والفيميل، من براند، ده براند كويس يعني، انا شفته اسمه اي لوك، مشهور قوي وكويس. زي ما انتم شايفين مكتوب عليه 16 امبير، ودي اهم حاجه. 16 امبير 250 فولت، وبيقدر يشيل لحد 3.5 كيلو، اللي هو 3500 واط يعني، اللي هو 16 امبير بتوعنا. نفس الكلام دي بالنسبه للفيميل، وبالنسبه للميل نفس الكلام، 16 امبير 250 فولت 3500 واط. ومكتوب هنا موصلات نحاسيه، واتمنى ان يكون الكلام ده مظبوط يعني، بس اي لوك من البراندات الكويسه يعني. مكتوب برضو بلاستيك مقاوم للحريق، موصلات نحاسيه 100%، وبيشيل 3.5 واط. تمام، يعني امل ان هو يكون براند كويس. فطبعا لو بتجيبه دايما من مكان موثوق ان شاء الله يبقى تمام يعني. سلك بقى، ممكن تعمل سلك 4 مللي لو انت هتشحن على 32 امبير والمسافه مش طويله. ممكن انا دي بس مجرد وصله من الشاحن البورتابل لحد الايه الفيشه العاديه، فلو هي حاجه بسيطه ممكن تعمله 4 مللي. يفضل لو عملته كمان 6 مللي هيبقى احسن، وكل ما المسافه تطول كل ما تطول السلك احسن عشان ما يحصلش فولتج دروب. فدي الحاجات اللي انت هتحتاجها عشان تعمل الحاجات بتاعتك. فده لو فكرنا كده، لو انا عايز اعمل تطويله بس للشاحن، الشاحن اوريدي بفيشه او جاي معاه اكستنشن، يبقى فيشه دكر اهي في الطرف، والفيشه الثانيه النتايه في الطرف ده، يبقى انا كده بقى عندي الاكستنشن اللي انا عايزه. بلاش الاكستنشنز اللي هي المشتركات والكلام ده كله، دي امن بكتير، لان انت النقطه من اولها لاخرها انت حاكمها. ده 16 امبير وهيتوصل، هيبقى كونتاكت كويس مع السلك. وكذلك نفس الكلام ناحيه الفيميل، انت برضو ضامن ان التوصيلات كويسه والفيشه كويسه، فما عندكش اي نقطه ضعيفه في الجزء بتاع الشاحن كله. الفيشه الصاروخ طبعا في بتبقى 32 امبير، اللي هو السيت اب التاني بقى، لو مش مجرد اكستنشن انت عايز تطول، لا ممكن تبقى عامله كده. لو انا اوريدي الشاحن عندي جايب فيشه صناعي، فبتبقى محتاج ان انت توصل الطرف الفيميل دوت، لان الشاحن بيبقى جايب ميل، اوكي، بفيشه زي دي بس ميل. هتخش في دوت وتقوم موصلها بالشاحن، وموصل بعد كده ده بالفيشه اللي عندك في الحيطه دايركت. تمام، فخليني دلوقتي كده نوريكم بقى يعني نعمل القصه ديت عشان نتاكد. انا النهارده عامه كان يعني في حد كان مركب فيشه للاسف نسيها، وكانت فيشه زي دي بالظبط، بس هو ظبط الشاحن على
اكتر من 16 امبير، مش عارف 24 او 32، فالفيشه دي ساحت. فاحنا بنعمل دلوقتي اكستنشن تاني بنغيره بدل اللي باظ. فجبنا الشاحن دوت البلاجايه دي هنوصلها ونجرب. مجرد الفيشه دي تسيح ما تحاولش تستخدمها تاني حتى لو شغاله، لان من جوه بتبقى فيها مشاكل اوريدي. تمام، يعني خلاص تبقى ساحت، ممكن السلك يبقى اتقشر من جوه، فبيبقى طبعا العزل بتاعه مش كويس وممكن يعمل شورت سيركت لا قدر الله او حاجه. فتعالوا دلوقتي نعمل السيت اب. انا محتاج السيت اب اللي اعمله مش اكستنشن، انا محتاج احول من فيشه صاروخ لبلاجايه عادي في الحيطه، فده اللي هنعمله دلوقتي. يلا بينا. دي يا شباب بقى النتيجه النهائيه اهو. الفيشه اللي احنا قلنا عليها اي لوك، بصوا مكتوب عليها 16 امبير اهي، باينه ان شاء الله اهو. والفيشه الثانيه الصاروخ اللي هي 32 امبير. طبعا احنا قلنا هنستخدم دي على 16 امبير بس، لان الفيشه 16 امبير. والشاحن اللي هستخدمه ايه؟ شاحن بورتابل. طيب ده الشاحن طبعا اللي احنا بنستخدمه، عندنا براند جامد جدا بسن. اوكي، على فكره واحنا بنطلع اصلا معاه يعني فيشه نفس الفكره كده، ودي جايه من المصنع نفسه عشان تبقوا عارفين. حاجه محترمه جدا ونضيفه قوي قوي يعني. خليني اوريكم معلش اهو، حاجه جامده جدا جدا ونضيفه. بس احنا هنتكلم على اللي عايز يعمل ايه اكستنشن اطول، لا قدر الله دي باظت وات ايفر، فايه بنوريكم نعمل ايه. بس عامه احنا بنطلع دي مع التشارجر. اوكي طيب خلينا نجرب بقى الوصله اللي احنا عملناها مع الشاحن ده. الشاحن زي ما قلنا بيجي بالميل. اوكي، دي الارضي اللي احنا كده كده ملوش لازمه، لان احنا نشحن 16 امبير على فيشه عاديه، ودول بتوع الباور. ودي الفيشه الصاروخ اللي احنا عملناها. تعالوا نوصل بقى كده، هنوصل ده بده. خليني اوصله وبعد كده اوريكم. احاول اعملها معلش بايد واحده، خليني اوقف كده. دلوقتي بوصل. ده المنظر النهائي اوكي على الفيشه اللي احنا عملناها. تعالوا نجرب بقى التشارجر. اتاكد دي ورا البتاع دوت، ورا ده السيفتي عشان اتاكد. في ناس ساعات بتنسى بيبقى ده هنا، فمبيبقاش راكبين في بعض كويس، فتاكد ان ده ورا ده. فترفع دي وانت بتدخل دايما الفيشه دي في الفيشه الفيميل في الميل في الصاروخ. طيب تعالوا نجرب اهو. خد عندي فيشه، نوصل اهي فيشه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنلاقي الشاحن اشتغل معانا زي الفل وقرا. نيجي بقى لاهم نقطه، وهي ان انا ما اخليش الشاحن يعدي ال 16 امبير. هو دلوقتي على كام؟ على 8. اوكي هي باينه اهي بس مش عايزه عشان ده شاحن جديد اهي. 8 امبير تحت. هندوس على الزرار كده مره هيبقى 10، دوسنا كمان 16. لو عملته على ازيد من كده 24 او 32 كده الفيشه دي هتتحرق. تمام، فاحنا كده خلصنا الجزء الخاص بالشاحن. يبقى رجعه تاني اهو. هو كان كده 24 32 يبقى 8 10 16. انا كده على 16. وهنا بيبان لك بقى لما بيسحب قد ايه، كام امبير، وقاري جهد قد ايه، وقاري حراره قد ايه. الشاحن ده نضيف قوي يعني، موجود على الويب سايت عامه. هنا بقى بصوا يا جماعه، احنا كده الجزء بتاعنا ده 100 100 زي الفل. من اول دي سلك محمل، فيشه 16 امبير، وعاملين هنا فيشه صاروخ هتستحمل كويس جدا، والشاحن زي الفل كده كده الحاجه بتاعته كويس. هنا بقى مهم، هل هنا الفيش دي كويسه تستحمل؟ ده اهم حاجه تبص عليها لو بتروح تشحن في اي مكان، او يعني او في اوتيل، مسافر، ايا كان. لازم تتاكد. ما لقيتش الكلام ده كويس، تعمل ايه؟ خليك في الامان وتشحن على اقل امبير بقى، تشحن على 8 امبير او 10 امبير. خلاص بس يا شباب، فده كان فيديو سريع، اتمنى يكون مفيد. في جميع الحالات الحاجات دي موجوده اصلا، بس الهدف ان انا بعرفك ازاي تبقى عارف الحاجات دي بتتعمل، عشان وانت اللي بيعملها لك تبقى متاكد ان هو عمل لك حاجه مظبوطه يعني. فشكرا ليكم. ما تنساش لو الفيديو عجبك واستفدت منه لايك وشير لاي حد كان عايز يعرف المعلومات دي. شكرا ليكم.